لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى. وما زلنا مع الأمثلة التي يوضح من خلالها الشيخ، يوضح من خلالها محاسن الدين الإسلامي. وندخل في المثال التاسع. يقول الشيخ رحمه الله: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك الحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين، وكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما تفكرت فيها رأيت فيها الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والإلفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. ترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر، مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. ثم يقول رحمه الله تعالى: المثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت، وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع، وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد له العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. ثم يقول: المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به أو يختل به الدين والدنيا. فوضع الشارع للجرائم والتجرئات حدودا، كأنه التجرؤ على حدود الله، حدودا تردع عن مواقعتها، وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل وكلها فيها
من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. نتوقف هنا على أمل أن نلتقي بكم في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.